السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني 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 وحشتوني. هنعمل دلوقتي عشاء خفيف وسريع، برجر وبتنجان مع بطاطس كده، برضك حاجة جديدة وحاجة حلوة ان شاء الله هتعجبكم. يلا نخش على الحلقة ونبتدي الوصفة مع بعض ونشوف هنعمل ايه. انا حطيت هنا، انا فكرت الكاميرا شغالة فانا لقيت الكاميرا طالعة يعني فاصلة خالص. فانا هقول لكم انا حطيت ايه في الطبق. هنا حطيت نص كيلو لحمه مفرومه، عليه ربع كوبايه ليا بشرها بالمبشره، حطيت معلقه زبادي اهي اللي هي المعلقه بتاعه الشاي او نص معلقه من بتاعه الاكل، وحطيت نص كوبايه فول صويا اهي. تمام. والله انا فكرت الكاميرا شغاله عشان كده، انا بدليل حتى ان انا شلت، كنت لسه هحط معلقه البصل، بصوا شلتها علشان اقول لكم ان انا حطيت المقادير على بعض ايه. وهنزل ببصلايه صغيره خالص بشرها بالمعلقه بالمبشره، بصلايه صغيره قيمه معلقه من بتاعه الشاي. تمام. وعندي هنا البودرة بتاعت اللي هو البهارات بتاعت البرجر. تمام. عندي ملح حسب رغبتكم، ما تكتريش في الملح عشان البهارات بتاعت البرجر بتبقى فيها بهارات. تمام. بتبقى فيها سوري ملح. عندي نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، رشه حبهان مطحون، بودره النيوجلاس، حوالي بردك معلقه من بتاعه الشاي. تمام. بتخليها طعمها حلو وبتخلي البرجر طعمه حلو. هقلب كل المقادير دي ببعضها. لو انت ما عندكيش كبه زي تضربيها فيها، ممكن تاخدي جزء جزء في كبه الخلاط، او تتنك تعجني فيها على قد ايدك، يعني لغايه ما هتشوفيها دلوقتي معايا العجينه انا عايزاها ازاي. تمام. انا هعمل بقى المقادير دي، هضربها في الكبه وهرجع لكم. ضربت المكونات كلها مع بعض، هنزل بقى ببياض بيضه اهي واقلبها تاني تقليبه مع بعضها. وبعد كده بصوا اهي ضربتها في الكبه. انت لو مش عندك كبه، امسكيها في قلب حته حته، تاخدي حته حته كده في مرحله الخلط. انا قبل ما اجيب الكبه كنت بعملها كده. تمام. تفضلي بقى تضربي فيها لغايه ما تبقى معاكي بنفس الطريقه دي، نفس العجينه دي. بصوا ماسكه وحلوه ازاي، جميله ان شاء الله. يبقى برجر طعمه زي العسل. خلاص تعالوا بقى نشوفها مع بعض هنعمل ايه. انا عندي هنا كيس زي ما انتم شايفين كده اهو، ماشي. وعندي غطا ده، والله انا ما دورت لقيت غطا العسل بتاع العسل الابيض، جيت شايله وغسلاه وجيت جايباه، ومش هرميه الغطا ده لان بصراحه عجبني الرسمه بتاعته. تمام. هاخد بقى كده، ممكن اعصر الاول الغطا زيت، بس هي مش هتلزق معايا، فمش هحتاج ان انا احط زيت ولا اي حاجه خالص اهو. بس كده، وهاجي مطلعه قفله كده اهو. بصوا البرجرايه. انا بقى لو هشيلها في كيس، لكن انا مش هشيلها في كيس، فهقوم اعمل ايه، هاجي جايه حاطها في كيس كده. تمام. وهاخد بقى قطعه كده، معلش بقى ايه، انا ما بعرفش اشتغل وايدي مش متشمره بصراحه كده اهو. خد بقى على قد الغطا. انت لو عايزاه اكبر من كده شوفي غطا اكبر من كده، انا بالنسبه لي كده كويسه جدا. البرجرايه واخده حقها كده في التخن بتاعها وكده. تمام اهي، سهله جدا اهي. هجيب بقى صينيه. انا عملت ده لقيتها تخينه، ولقيت ده صغير وتخينه، فانا رحت لقيت عندي ده على علبه عندي برضك بستخدمها في حاجات، فجيت جايباها. انا عايزه اقول لكم تالت غطا جربه، بس وصلت للحجم ده الحمد لله يعني. فانا ايه، هجيب كده وهوريكم الحجم بتاعها قد ايه. يعني انا مرضيه بالسماكه بتاعتها، بالحجم بتاعها في القطر وفي التخانه يعني. ماشي اهي اهي، يعني سمكها كويس. انا بس افردها، بس اظبطها كده على ايدي اهي اهي. وجبت هنا القطاعه بتاعتي، القطاعه اللي فرشه عليها كيس عشان خاطر انا هشتغل فيه على طول، فرشه عليها كيس. تمام. ممكن ادهنه نقطه زيت، وممكن اخليه زي ما هو كده كده مش هيلزق فيها، فانا مش هدهنه حاجه، انا هخليه زي ما هو اهوت وهرص عليه. هخلص بقى كله بالكميه دي وبعد كده نشوفه مع بعض. بصوا انا عملت كام قطعه من النص كيلو اللي انا عملته، اللحمه مع الفول الصويا مع المقادير اللي انا حطيتها، ان شاء الله يطلع طعمه زي العسل. عملت كام واحده، ادي 3 وادي 3 6 7 8 9 10 11 12 13 قطعه، 13 ولا اكتر. ادي 3 وادي 3 6 و3 يبقى كام، 9 9 و4 يبقوا كام، 13. فاحنا بقى ايه، هنحطهم على جنب ونسيبهم شويه كده في التلاجة، عشان هنعمل حاجه تانية معاهم عشان تكفي الجيش اللي عندي في البيت.
بصوا بقى، هنا عندي بطاطستين انا مقشراهم وبتنجانيه. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيهم ايه دلوقتي. اول حاجه هبشرها البطاطسايه. تمام. اهي بشرتها، هنزل عليها بكوبايه ميه حاطه فيها ملح. تمام. وهاجي ايه حطها ركنها على جنب عشان بس البطاطس ما تغمقش معايا ولا تصفر ولا اي حاجه. ونيجي بقى جايين هنا، من هنا كده حطيت دي على جنب، هاجي جايه هنا جايبه البتنجانيه دي واجيب المقشره بتاعتي او السكينه. انا عشان بس السكينه بحس ان بتعورني ايدي. هشيل دي كده. بصوا هنا انا بشرت البتنجان هو كمان اهوت. تمام. هنزل بقى بيه هنا كده وهحط بردك عليه ميه وملح، ونشوف بقى بعد ما احط عليه الميه بملح هنقول لكم بقى نحط عليه مقادير ايه تاني. ماشي. بصوا بقى هنا خلاص كده خلصت كل حاجه. بشرت البتنجان اهوت ونقعته في ميه بخل. تمام. جايبه هنا بقى طبق زي ما انتم شايفين كده. دي المقادير اللي دي المكونات اللي انا هحطها عليها. بس الاول هنيجي مصفين البتنجان. بس انا اكتشفت انا ما بعرفش اعمل اي حاجه بكم يا جماعه والله. اصفي بقى البتنجان بالطريقه دي كده. بصوا هنا انا صفيت خلاص البتنجان والبطاطس على بعض. هاجي نازله عندي هنزل بالبقدونس اهمت، شويه بقدونس مش كتير يعني، حوالي قولي ربطه شبت على بقدونس، بس انا ما عنديش الا بقدونس وكزبره فانا حطيت من ده على ده. معلقتين دقيق، بضايه دي، طماطمايه شايله القلب بتاعها، مع فلفل حار اختياري احمر على اخضر، ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه مش عايزه تحطيه براحتك. انا حاسه عندي هنا بيحبوا حاجه يعني حاره. عندي بقى هنا في البهارات فلفل اسود ربع معلقه، كزبره نص معلقه من اللي هي بتاعه الشاي دي، ملح حسب رغبتك، كمون بردك حوالي ربع معلقه، بابريكا نص معلقه. انزل بقى بكل الكلام ده هعجن بقى كل الكلام ده في قلب بعضه كده. عجينها بقى اوريها لكم. وبعد كده ايه هنخش على القلي بقى. انا كده حطيت البرجر في التلاجة. تمام. وعملت البطاطس، قلت يشد شويه قبل ما اعمل خلطه البتنجان ديت. تبلت البتنجان كده مع البطاطس الكفته اللي احنا هنعملها دي. هنعمل حته عشوه دلوقتي تاكلي صوابعكم ورا. هتكفي حوالي 8 افراد. والله العظيم هتكفي معاكي حوالي 8 افراد. وهتشوفوا دلوقتي هنعمل صينيه مليانه قد ايه. بصوا انا هنا قلت اجرب صباع بالبقسماط. تمام. فلقيت هستهلك بقسماط، هي حلوه بس انا طب ما انا ليه، ما هي كده كده ماسكه معايا اهي جميله بالعكس وعطي شكل احلى. ماشي. فانا هعمل منها كفته وهعمل منها برجر، يعني هعمل منها مدور وهوريها لكم بردك. لسه ما عملتش الشكل التاني وعملت الشكل اللي هو زي الكفته ده، فهنوع فيها يعني. تمام. وهنا حاطه اهوت البرجر. تعالوا معايا كده اوريكم البرجر اهو. حاطه بصوا بسم الله ما شاء الله على الجريلا اهوت. ماشي. هسويه بقى على الناحيتين. على فكره لما حطيته في التلاجة شد معايا شويه يعني، بقى البرجرايه ماسكه نفسها بقت حلوه. فانا هعمله بقى واخلصه وهروحه بقى في الاخر خالص الاكل كله. انا هنا عملت، انا بصراحه رجعت اللي هي زي البرجر، اللي زي البرجر طعمها احلى، الشكل قصدي احلى، هي نفس العجينه بس الشكل احلى مع الكفته. يعني الكفته برضك حلوه بس انا شايفه البرجر عشان طالما احنا عاملين برجر. وهنا البرجر بصي عملت لي كام البطاطسايه، بطاطستين صغننين وبتنجانيه، عملت لي كل ده وكلوا منها واحده كمان لامانه يعني. والبرجر اهوت مش شرط يكون عندي الجريل زيي. تمام. انا عشان عندي الجريل فعملته، لكن انا كنت ممكن عملته في صينيه عادي. عملت البرجر اهوت ما كشش كتير وطعمه خطير. هنعمل بقى السندوتشات ونشوف بعد السندوتشات بقى ايه هتلاقي نعمل كميه قد ايه من السندوتشات. بصوا بقى الحشوه عندي هنا. انا عندي جبنه، للاسف انا نسيت اجيب كاتشب او مايونيز، فعندكم فما حد لا تعليق. تمام. انا هحط الموجود عندي هنا طماطم قطعتها طرنشات كده، وعندي بصل وعندي كابوتشا وهحط، والحشوه عندي وجبنه اهي. تمام. وعامله طحينه. فالطحينه هتغني يعني، انا ممكن احط لهم على طحينه بس انا هعمل لهم سندوتشات هم يحطوا على نفسيهم. بس انا بقول لك يعني لو عندك كاتشب ومايونيز هيبقى افضل واحسن، بس انا مشيت نفسي باللي عندي. هحشيهم بقى كلهم. اقول لك هنعمل ايه. احط مثلا ايه واحده كابوتشا كده. تمام. واحط مثلا طماطمايه وبصلايه كمان، طماطمايه اهي. عايزه تحطي فلفل، انا ما عنديش فلفل رومي، عايزه تحطي الفلفل الرومي ما عندكيش اي، مفيش اي مشكله. واحط بقى كده اهي الجبنه. احط بصلايه تاني اهو، وطماطمايه، الكابوتشا اهو. بقى سندوتش برجر ولا مش سندوتش برجر اهو. لو جبتيه لو نجاب من بره ده هينجاب بكام؟ الشيء الفلاني صح.
انا بقى هكمل بالطريقه دي وهنقول لك احنا ايه وهنقدمهم بقى في الاخر. بصوا يا حبايبي انا كده خلاص خلصت اهوت، عملت اهوت البرجر ماشي اهوت. انا بصراحه بعت اجيب كاتشب او مايونيز ما لقيتش الا هاينز، وانا في المقاطعه انا ما بجيبش ما بدخلش حاجه في البيت في المقاطعه بصراحه. وبصوا البرجر اللي هو الباذنجان، بصوا انا عملته بقى ايه، حطيت لهم كده اي حاجه يعني بعد الطماطم ما خلصت والحاجه اهو عملته لهم بالطريقه دي. تمام. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا جدا جدا. بصوا اهو حطيت بردك جبنه، عامله بردك فيه جبنه وبصل ونفس التتبيله بتاعت البرجر اللي انا عاملاها هنا. عملت بقى طحينه، هقدم دلوقتي ليمون مخلل، هقطع فلفل بردك اخضر كده اللي هو الحار ده ماشي، وعامله بطاطس شيبسي. انتوا عايزين تحطوا اي مقبلات تانية جنبيه مفيش اي مشكله، انا عملت باللي موجود عندي. كفتة البتنجان بصوا جميله وربنا طعمها خطير جدا جدا جدا. لو انتوا جبتوا الاكل ده من بره هيكلفكم الشيء الفلاني، انا ما جابش معايا والله هقول لك ايه يعني، انا جبت الكايزر وجبت اللحمه 200 جنيه عملوا معايا الاكله دي كلها. جبنه ب 30 والطماطم كانت موجوده عندي والكابوتشا ديت عامله 12 جنيه ولا 10 جنيه يعني كلها حاجات. طيب انت لو جبت السندوتش لوحده من بره مش هيجيب يعني اتنين بتمن الاكله دي كلها. طب وعلى ايه نعمل حاجه في البيت ونضيفه وسيبنا احنا اللي عاملينها بايدينا. عندك بقى ليمون مخلل، عندك مخللات، انا اللي موجود عندي عامله، بس انا عندي مخلله ليمون فانا هقدمه معاهم دلوقتي. فانا ايه وريت لكم بس الوصفه، وان شاء الله تنولوا رضاكم واعجابكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.